في حين غادي يزيد على هذاك السيد اللي غياكل السكر وكياكل اتاي وتيدير تيشري البطاطا وتيشري البصله، غتجي 1% قاصحه عليه، غادي تعزمو. اذا نزيد على الشركات الكبار وغادي نلقاو ديك الساعات ملي غادي تجيب الدوله الفلوس، ولكن ما نبقى حنا نرجعوا ذاك المواطن والحويط القصيور. طبعا اللي تنكونوا قلت كيف تنقول دائما اللي تكون الراسماليه غالبه في الاعضاء ديال الحكومه ما كنحسوش بهذاك المواطن البسيط. يا ريت كنت نتمنى رئيس الحكومه يلبس شي جلابه ويدير شي طاقيه ويدير شي لحيه وما يعرفوا حتى شي حد، ويدوز للسوق ويهبط للسوق الشعبي ويشوف المراه كيفاش غاده بالخديشه ديالها وتمشي وتجي وما تشري والو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بروكي الإخوان في فيديو جديد مع الدكتور معتوق. وكما سمعتوا الإخوان قال كنتمنى من رئيس الحكومة شي نهار يلبس شي جلابة ويدير شي لحية ويهبط للسوق ويشوف الناس كيفاش عايشين. كنقول لك السي معتوق هذاك هو النهار اللي ما عمرك تشوفه ولا تحلم به، ما كيحس بالدرويش غير الدرويش. خليكم مع الفيديو الإخوان وما تنساوش الجيم وبارطاج. تابعوا الفيديو جميع. إذن هادو هما الناس اللي تهضر عليهم، هادو اللي غتزيد لهم 10 دراهم في البوطة هاد العام وزيد لهم بحال العام الجاي حتى توصل واحد النهار 100 درهم ولا 120 درهم البوطه. يعني فين غاديين بهاد الميزانيه ديال المواطن، هذا المواطن البسيط، هذا المواطن اللي تنكتبوا عليه وتنقولوا عليه بان الحد الادنى كنعطيوه هو 3000 درهم، كنحسبوا عليه 3000 درهم، ولكن في الواقع ما كنعطيوش 3000 درهم، كنعطيوه غير 2000 درهم وتنقولوا له احنا زدناك في الحد الادنى، زدنا 5% هذا الحد الادنى. وفين 5% هي نظريه ماشي تطبيقيه ماشي واقعيه. ودابا غادي نقولوا له غادي نعطيوك الدعم، ها هو الدعم فيه المعاناه. دابا الناس كيشكيو مازال ما توصلوش بالدعم ديالهم وكيقول لك انا تنستحق وما عطاونيش. ودابا قول لي ها انا الوضعيه ديالي كيفاش دايره. انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عندي لا دار لا سياره لا دراجه ناريه لا اجر قار حتى حاجه، ما خدامش، ماشي ما عنديش اجر، ماشي ما اجر قار، يعني كاين اجر ولكن غير قار، ما كاين حتى شي اجر. من ذوي الاحتياجات الخاصه، عجز على جميع المستويات، وتقول لك انا مشيت تنتقيد ولقيت بان المؤشر جاني مرتفع. اذن وهاد الناس اللي غتخرج لهم هاد الدعم اللي نفرض خرجوا لهاد الناس ديال الدعم، وفعلا بداو الناس كيتوصلوا بالدعم، ولكن غادي نعطينا 500 درهم ديال الدعم، راه غادي ناخذ له اكثر في هاد المواد اللي غليت عليه. اذن مره اخرى راه تيخصنا تكون شويه انا ما نقول لهم شويه ديال الحنان، ولكن فقط شويه ديال الانسانيه والاحساس بالمواطن البسيط، المواطن البسيط اللي كيدابز. يا ريت كنت نتمنى رئيس الحكومه يلبس شي جلابه ويدير شي طاقيه ويدير شي لحيه وما يعرفوا حتى شي حد، ويدوز للسوق ويهبط للسوق الشعبي ويشوف المراه كيفاش غاده بالخديشه ديالها وتمشي وتجي وما تشري والو. ما كتشري والو ولا كتشري بالحبه. هادشي ما كنبالغش فيه، ولكن الا عشتي وحسيتي به وشفتيه غادي تحس بهم. الا شفتي بعينيك غتحس بهاد الناس هادو. راه هاد الناس هادشي اللي كيعيشوا دابا في هاد الوقت وما كانش قبل. طبعا ماشي كلشي، كاين الناس اللي واخا كيشدوا 3000 درهم كيدابزوا، لكن كاين الناس اللي مكرفسين وملي تمشي عند هادوك الناس اللي مكرفسين تقول اجي المهم خديتي الدعم؟ لا وليدي راه قالوا لي عندي المؤشر طالع. واش انا كنشوفها بالخنشه كتجمع هذا تحت الخضيره هذا وتشوف شي حاجه اللي رخيصه وترجع بالقفه ديالها خاويه، ولا تمشي بداك الميزانيه اللي عندها ما كافيهاش باش تقدر داكشي اللي خاصها كل لولادها وما عندهاش الدعم. اذن راه خصنا نعيدوا النظر في هذا الدعم، ولكن قبل ما نعيدوا النظر في هذا الدعم وقبل ما نزيدوا على المواطنين راه خصنا نقلبوا على الثغرات اللي عندنا يمكننا ندخلوا منها الفلوس. البارح ذكرت مثال او جوج، ذكرت السيارات ديال الخدمه اللي يمكن لنا نقصوا منهم، البنزين، استهلاك البنزين، ذكرت اخلاء الذمه بالنسبه للمسؤولين اللي يكون اول خطره غادي يتعين في واحد المنصب ولا غيكون منتخب، جيب لي اخلاء الذمه من الضرائب. هضرت على هاد الجوج. والفساد شحال كيطيح لينا في العام؟ آلاف الملايير ديال الدرهم باش كيطيح علينا. واش 3000 مليار ديال الدرهم؟ واش 4000 مليار ديال الدرهم سنويا؟ إذا علاش ما نتحزموش لهذا الفساد؟ حنا مخلوعين تنشوفوا هاد المساطير اللي بدات، كنقول واش هاد المساطير واش غتمشي شي حمله مزيان؟
ولا غير شي دقيقات غادي يجيو عاوتاني ترجع الامور الى ما كان عليها، حيت راه حنا محتاجين اليوم للتطهير. نتكلموا الفساد شي حاجه كبيره، كاين اجراءات اخرى، كاين المسائل اللي هي عند الناس اللي اغنياء. علاش ما نديرلهمش الضريبه؟ الاغنياء اللي لاباس عليهم، علاش الشركات اللي نزلت لهم نقطه في الضريبه اشنو غتوقع لهم؟ الشركه اللي كدير 50 100 مليون ديال الدرهم ديال الربح، 200 مليون ديال الدرهم، 20 مليار 30 مليار 10 المليار ديال الربح، الا زدتهم هذوك كل عام زدتهم ما ديروهاش في الماليه، كل عام زيدوا لها نقيطه في الضريبه، تخلص الضريبه، هذا العام نقيطه، العام الجاي نقيطه، العام اللي موراها نقيطه. غيوقع مش غير شنو هو المشكل اللي غادي يوقع لهذه الشركات؟ هو ان الارباح اللي كتفرق على المساهمين غتنقص، اللي كانت تتفرق عليه ارباح ديال مثلا اي مساهم في شركه كانت تجي 10 المليون د الربح، ما يسمى بالفرنسيه لي ديفيدوند. هذا العام غادي يجي 9 المليون، اش غيوقع له؟ ما يوقع له حتى حاجه. في حين غادي يزيد على هذاك السيد اللي غياكل السكر وكياكل اتاي تيشري البطاطا وتيشري البصله، غتجي 1% قاصحه عليه، غادي تأزمو. إذا نزيد على الشركات الكبار، اليوم نقيطه، والعام الجاي نقيطه، والعام اللي موراها نقيطات، تنوصلوا 3 ديال النقيطات، ونبداو نجمعوا شويه ديال الملايير اللي محتاجين، وغادي نلقاو ديك الساعات ملي غادي تجيب الدوله الفلوس. ولكن ما نبقى حنا نرجعوا لذاك المواطن هو الحويط القصيور. طبعا ملي تنكونوا قلت كيف تنقول دائما ملي تكون الراسماليه غالبه في الاعضاء ديال الحكومه ما كنحسوش بهذاك المواطن البسيط. فاليوم فقط باش تحسوا الحكومه، باش تحس بهادشي اللي تنتكلم عليه، خصها تهبط للسوق. هبطوا للسوق عباد الله، لبسوا الجلالب، لبسوا قميجات ديال الجين، ديال الطربوش، ديال القبعه، ديال اللحيه، وديال النضاضه ديال الشمس، وهبط شوفوا الناس، وهبط شوفوا ديك الساعات قول لي واش غادي تتصرف بنفس الطريقه، واش غتحس بهم ولا غادي تغير الطريقه والمقاربه ديالك، ولا غتبقى غادي في نفس الطريقه. قربوا للناس، هبطوا من المكاتب ديالكم، خرجوا من المكاتب ديالكم، شوفوا الناس باش كيعيشوا، نحسوا شويه بالعداله الضرائبيه او الديمقراطيه الضرائبيه. شويه المواطن يحس براسو بانه راه ماشي غير هو اللي كيدفع الثمن غالي اليوم. وكاين الناس، انا دابا راه غير متطفل تنتكلم في واحد الميدان اللي هو ماشي ديالي، ماشي اختصاصي. كاين الناس المختصين في الماليه وفي القانون الضرائبي اللي يقدروا يخرجوا لهم بزاف ديال الاقتراحات باش يمكن لهم يلقاو الفلوس ويصاوبوا الميزانيه ديالهم ويديروا التوازنات الماكرو الكبيره باش يمكن يسيروا الشأن العام. ولكن باش نجي في وقت اللي الناس كيتشكاو ما فهمتش، ما كنتش كنصدق ملي كنسمع شي وحدين تيقولوا هاد. انا تنامن والله تنامن بالدعم انها تكون مساعده للبيوت، ولكن واش مساعده للبيوت واش نعطيهم من لهنايا 200 درهم ولا 500 درهم وناخذ لهم من هنايا 600 درهم ولا 700 درهم؟ نعطيه بهذه اليد وناخذ له باليد الاخرى اكثر من داكشي اللي عطيته. دابا رجعت كنصدق هذوك الناس اللي تيقولوا هاد الدعم هذا راه ماشي حقيقه، راه يعني فخ. ما عمري صدقت هذا الكلام. ولكن ملي كنشوف دابا هاد الارتفاعات اللي غادي تكون بالنسبه للضرائب واللي غتاثر على الميزانيه ديال المواطن المغربي، رجعت تنقول يمكن هاد الناس عندهم الحق. إذن هاد الدعم راه غير يعطيه بهاد اليد وخذ باليد الاخرى اكثر، ما يمكنش. إذن راه الناس المختصين راه خصهم يخرجوا باقتراحات. هاد الناس هادو اللي في الحكومه الا ما عندهمش هما افكار او ما عندهمش جرأه، الناس اللي مختصين يخرجوا يقولوا لهم ها الاقتراحات اللي تعطيكم، ها 1 2 3 4 5 6 7 10 الاقتراحات، يلا ها هي تدابير ضرائبيه جديده جريئه سليمه قانونيا دستوريا يمكن لكم تدخلوا منها الفلوس، وعفيو شي شويه على ذاك المواطن البسيط.